يوم العلم في الإمارات. في اليوم ده نفسي أشوف كل مواطن إماراتي شايل علم الإمارات في إيد، والإيد التانية شايل صورة سمو الشيخ محمد بن زايد. فأنا أعلم جيدا أن شعب الإمارات يعشق سمو الشيخ محمد، وصدقوني العرب كلهم بيعشقوا سمو الشيخ محمد بن زايد. سمو الشيخ محمد بن زايد لو العالم كله وقف ضده، هو هيقف ضد العالم ومعاه شعبه. كل الحملات اللي بتقوم بيها الجماعة اللي انتوا عارفينها دي مصيرها صفائح القمامة جنبا إلى جنب مع الذباب الإلكتروني. الإمارات أصبح لها ثقل ووزن سياسي في العالم، وهذا لا يرضي الكثيرين. اتهام الإمارات إن ليها أطماع في السودان طبعا ده اتهام أبسط شيء أقول عليه شيء من الهبل. القصة في كلمتين وبس. الإمارات بتستورد ذهب من السودان بقيمة 1.5 مليار دولار زي أي دولة تانية. على فكرة ممكن الإمارات تشتري من أي دولة تانية، مفيش أي مشكلة خالص، لكن هي بتحاول تساعد السودان عن طريق ماكينة الكذب الخاصة بالجماعة اللي انتوا عارفينها. تم تخليق مصطلح جديد اسمه أطماع الإمارات في السودان. أنا مش عارف أطماع إيه. دولة الإمارات إجمالي الناتج المحلي أكبر من $500 تريليون. يعني حتى لما حد يعمل كذبة، طب يعمل كذبة معقولة. شعب الإمارات كل عام وأنتم بخير. أما سمو الشيخ محمد بن زايد لك منا كل الإعزاز والتقدير والحب. I've ever met in the world. It's MBZ Sheikh Mohammed of Abu Dhabi, but he's the best leader in the world that I've ever met. And by far, it's like not even close. This man is one of the kindest men that has power that I've ever seen. If you ain't working in the UAE, it's because you don't want a job. Everybody over there got jobs. He's a great diplomat. He knows how to deal with the whole region in a very intelligent